مشاهدي قناة بوان دي زاد، أهلا بكم أينما كنتم. تعرض منزل المؤثرة الجزائرية لينا كلاسي للسرقة من طرف أحد الجيران الذي كان يحاول ذلك مرارا وتكرارا، إلا أن قام بفعلته هذه المرة ونجح في سرقته للعديد من المجوهرات والأشياء الثمينة. بالكم راني سولو شوك، راني نرعش قسم بالله. شتو جاركم ماما هو اللي يصونكم كي تخرجوا من الدار، تخلوا عنده المفتاح يعسلكم. انا جيراني تاع 20 سنه وخدوني عراوني يحاولي كلش، الذهب الدراهم لي صاك اوريجينو داولي كلش. جيراني تاع 20 سنه 10 جامي بخلناهم بكاش حاجه، اي حاجه تكون عندنا في الدار نتقاسموها معاهم، كلش اي حاجه نتقاسموها. عرفتي يديروا لي هكا. كما أشادت لينا كلاسي بموقف صديقتها مايا رجيل ومساندتها لها. هذه كانت عيطت لي، لقاتني في الكوميساريه وجات تجري، ما فهمت والو، مش شكرا. كما أن لينا توعدت الأشخاص الذين تسببوا في سرقة منزلها باللجوء إلى القضاء وإدخالهم إلى السجن. حاجه واحده برضو كمان مش حنحكي لكم لي ديتاي نكرهها لكم حياتكم. مي عندي خضره نوصلها لهم ليهم، على بالي ندير هاد لي ستوري باسكو على بالي بلي يعسوا لي كونت تاعي. هو هرب ومرتو تخبات، حبتش تقابل مرتو. مي على بالي بلي راكم تشوفوا في لي ستوري تاعي نتوما يا الكلاب. هاد الهضره ليكم، جامي انا في حياتي ما تمنيت الانسان يدخل الحبس. عدو جامي رحت الكوميساريه شكيت ببنادم باسكو توجور نخمم في الوالدين. مي هاد المره قسما بالله ورحمه بابا العزيز اللي راهو في قبره، اذا ما دخلتكمش للحبس واذا ما حطيتش الناس يشوفوا بعينيهم مانيش مرا، نعتزل